من هو الرجل الذي قال الله عنه: فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث؟ في زمن بعيد كان هناك رجل من بني إسرائيل اسمه بلعام بن باعوراء. كان عالما زاهدا يملك علما من التوراة، بل قيل إنه كان يعرف اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجيب. ولكن حين جاءه ملك ظالم وطلب منه أن يستخدم علمه ليضل الناس عن نبي مرسل، تردد ثم طمع، رغب في مال كثير فباع دينه وباع علمه وباع نفسه، فانسلخ من الحق كما تنسلخ الحية من جلدها. قال الله تعالى: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. تخيل، من رجل يعرف الحق إلى عبد للشيطان. ثم قال الله عز وجل: ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. لم يرفض علمه بل اتبع هواه وفضل الدنيا على الآخرة، فشبهه الله بأبشع مخلوق. فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. الكلب يلهث في كل حال، وهكذا صار هذا الرجل لا يعرف استقرارا ولا هداية، ضاع وتاه وضل بعد أن كان من أعظم العابدين. هذه القصة ليست حكاية عابرة، بل تحذير من الله أن العلم بلا عمل والهداية بلا ثبات قد تنقلب إلى لعنة. لا تغتر بما لديك من علم، فقد كان بلعام عالم ومع ذلك هلك. إذا اتممت المشاهدة علق بالصلاة على رسول الله لتصلك جميع منشوراتنا. نحن بدعمكم نستمر.